السلام عليكم. طبعا بخصوص البنك الأهلي في تنبيه بخصوص تحديث البيانات. طبعا الحساب مش هيتوقف بالكامل. هنا طبعا برجاء التأكد أن بياناتك محدثة لدى سجلات البنك مع ضرورة تحديثها بشكل مستمر عند حدوث أي تغيير. يسعدنا استقبالكم في أي من فروعنا طبعا لتحديث البيانات. طبعا هنا سيتم إيقاف الخدمات التالية في حال مرور 3 أشهر من حلول تاريخ وجوب تحديث البيانات لدى البنك. طبعا دي البيانات اللي هيتم إيقافها بالنسبة للأفراد والشركات هنشوفها مع بعض. طبعا لازم تروح الفرع علشان تعمل تحديث بيانات. طبعا عند عدم تحديث البيانات مش هتقدر طبعا أولا للأفراد مش هتقدر تفتح حساب جديد، أو تفعل الحسابات الراكدة. لو حسابك راكد مش هتقدر طبعا تنشطه غير لما تعمل تحديث، أو طلب رقم سري جديد، أو إعادة تصفير عدد المحاولات الخاطئة، أو تفعيل بطاقات الخصم المباشر اللي هي بطاقات الماكينة الصراف الحساب، أو طلب رقم سري جديد، أو إضافة وتعديل الحسابات، أو تفعيل البطاقات، أو تحويل للبطاقات المدفوعة. لكن عموما انت هتقدر تحول عادي، تقدر تحول او تستقبل حوالات دولية او محلية، او تقدر تسحب. طبعا ده تحديث بيانات وليس ايقاف للحساب، ده تحديث بيانات. جميع الخدمات اللي انتم شايفينها على الشاشة دي هيتم ايقافها عند عدم تحديث البيانات، ولكن طبعا تقدر تسحب عادي في اي وقت، وتقدر تستقبل حوالات دولية او محلية، وتقدر تحول ما فيش مشكلة. هو مش بيتم ايقاف الحساب، هو محتاج تحديث بيانات فقط. فجميع الخدمات اللي انتم شايفينها على الشاشة دي هيتم إيقافها عند عدم تحديث البيانات، هيتم إيقافها. وهنا ثانيا العملاء من الشركات، دي الخدمات الخاصة بالشركات برضه هيتم إيقافها عند عدم تحديث البيانات. طبعا هنا التحويلات الداخلية خارج حسابات العميل لمرة واحدة، أو التحويلات المتعددة، هي دي اللي هيتم إيقافها. التحويلات الداخلية خارج حسابات العميل، تمام، مش عموما، يعني اللي هي خارج حسابات العميل، واللي هي لمرة واحدة، اللي هي بتحول بدون رقم حساب أو بدون إضافة مستفيد.